أهلا وسهلا. 5 قواعد أساسية في حياتك الزوجية اعرفيهم وحطيهم حلقة في ودنك علشان هما دول أساس نجاح حياتك وأساس راحتك وأساس راحة بالك مع زوجك. عشان بقى نريح دماغنا من الآخر، الأول اعملوا لايك وشير. معاكم الدكتورة هند عزت وحلقة جديدة عن 5 قواعد لنجاح الحياة الزوجية. أول قاعدة إنه بعد الجواز والارتباط مفيش حد بيتغير. انت خدتي شخص لازم هيكون فيه عيوب، فمحتاجة ان انت تشوفي ايه المميزات وتركزي عليها. طب والعيوب دي المعطيات بتاعتنا، شوفي ازاي هتتعاملي معاها من غير ما تتأذي نفسيا. طالما انت ناوية تكملي مشوار حياتك مع هذا الشخص، شوفي ازاي هتتعاملي مع العيوب دي وتتحايلي معاها وتتحايلي عليها، وازاي تبقي ذكية في ان انت ما تسببيش العيوب دي، ما تسببش لحياتك مشاكل وتكبرها وتضخمها وبدل ما انت تعالجيها وتتعاملي معاها تلاقيكي نسيتي كل المميزات وحياتك اتدمرت بسبب العيوب دي. احنا عايزين نعيش في امان وسلام نفسي، هي حياة واحدة احنا عايشينها. هتقولي عشان خاطر العيال استحمل، طب عشان تستحمل استحمال مش معناه ان انا اخزن جوايا ولا ان انا راكم جوايا عشان ما يجيلكيش وقت وتنفجر، ولا الاستحمالي معناته ان انا افضل طول الوقت بفكر في العيوب اللي قدامي دي وناسيه كل الايجابيات والمميزات. الاستحمال يعني انا اعيش في امان وسلام داخلي جوايا، ان انا ابقى راضيه. لكن طول ما انت بتقولي بستحمل وقلبك مش راضي وحاسه بغضب جواكي من كتر العيوب دي، هيجي عليكي وقت خلاص طاقتك هتنفد. فانت اللي بايديكي تختاري مشاعرك تروح في طريق الغضب والعدم الرضا ومشاعر كلها نقم على الشخص اللي قدامك، ولا مشاعرك تبقى فيها الحمد لله ربنا بيديني مميزات، الحمد لله عندي حاجات كتيرة. الحاجة التانية ان لو انت علاقتك مع شريك حياتك فيها اذى نفسي وفيها ألم نفسي كبير جدا وفيها يعني عدم راحة اكتر من الطمأنينة والسلام والراحة، فاعرفي ان دي علاقة غير صحية. والحل فيها ايه؟ الحل فيها ان انا انجب نفسي. مش لازم ان انا يعني ادعو، يعني مش بدعوكم ان انتوا تنفصلوا، لكن انجب نفسي بان انا ابص على نفسي واخلي بالي من نفسي واحط اعرف ازاي اتعامل مع الاذى دوت ما اخلوش يأذيني. فلو احنا ناويين ان احنا برضك نكمل علشان خاطر حياتنا وعشان خاطر ولادنا، ومحدش يقدر يأذينا الا لو احنا فتحنا حدودنا وسمحنا له اصلا ان هو يأذينا. لو حد قال لنا كلمة وانتقدنا واحنا زعلنا، فاعرفوا ان احنا اللي سمحنا لنفسنا ان احنا نزعل، واحنا اللي فكرنا وتأثرنا وعرفنا ان الكلام بتاعه حقيقي جوانا. فاحنا اللي من جوانا بنبتدي المشوار مش من بره. القاعدة رقم 3، خليكي فاهمة وعارفة ان الرجالة من المريخ والنساء من الزهر، وكل واحد له لغة حب بيعبر عنها وله طريقة في الاهتمام بيعبر عنها، فكل واحد بطريقته بيعبر. فانت ممكن تكوني مش شايفاه مهتم ومش شايفاه بيحبك، وهو ممكن يكون بيحاول يعبر لك عن حبه بطريقته، انه جاي من الشغل تعبان، جاي من الشغل بترابه، جاي من الشغل وهو متبهدل عشانك وعشان بيحبك، وانتي جايه بتلوميه ان هو مش مهتم ومش بيسأل ومش بيتصل. فهو له طريقته في التعبير وانتي ليكي طريقتك في التعبير. ضروري تعرفي لغات الحب ال5، وضروري تعرفي ان احنا مختلفين بين الراجل والست في تركيب عقلهم مختلفين. المهم ان احنا نلتقي في طريق، وان احنا ما نصعبش الامور على بعض، ان انتي ما يكونش مصدر وكل مصدر حياتك اللي بتاخدي منه الاهتمام والحب هو مصدر واحد. ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك احتياجات وخلق في الراجل احتياجات، فالاحتياجات دي لو انت شفتي منبع اشباعها هو شخص واحد بس، هتبقي فاضيه من جوه وهتبقي غير مشبعه، رغم ان حواليكي ممكن يكون نعم كتير وحاجات كتير. لكن لو هتلاقي الرضا والسعاده اللي اصلا هتنعكس برضك على زوجك وهيزيد هو اكتر في حبك ليه. اما لو ان انت استخدمت طريقه الالحاح وطريقه الزن وطريقه انت فرض عليك تعمل كذا وكذا وكذا، اعرفي انه مش هيديكي الحاجه دي مهما عملتي، مش هيديك، لانه ما فيش حد في الدنيا بيحب يدي حاجه وهو مغصوب ومفروض عليه. القاعده الاخيره بقى قاعده الاستحقاق. لازم تبقي عارفه ان انت تستحقي تتعاملي باحترام وبحب، وان اللي قدامك يشوفك ويهتم بيكي، لانك انت فعلا تستحقي من غير ولا حاجه، من غير اصلا ما تعملي حاجه، لانه ربنا خلقك وكرمك. فلو انت شايفه ان انا لا انا هضرب شعري الوان، لا انا هجيب مش عارفه ايه عشان يحبني، لا انا هغير في نفسي عشان هو يحبني، انت تستحقي ان انت تتحبي من غير اي حاجه كشخصك كده كلك على بعضك. فلازم تبقي مدركه قوي فاهمه الموضوع ده. كل اللي احنا بنعمله من ان احنا بنهتم بنفسنا ومظهرنا وشكلنا بنهتم بيه عشان نفسنا، عشان احنا نستحق احسن حاجه في الدنيا. فلو انت بتعملي اي حاجه عشان ترضيه عشان تسعديه وعشان يحبك ويديكي الحب، فده اسمه بتضحكي على نفسك، وده مش هيكون الحب الحقيقي.
اللي من جواكي اصلا مش هتبقي مقتنعه انه حب. الانسان اللي بيحبك هيرضى بيكي في كل الاحوال، وده مش معناه ان انت تبقي مهمله في بيتك او مهمله في نفسك. احنا قلنا الاهتمام بنعمله عشان خاطر احنا نستحق، عشان دي نفسنا اللي يستحق علاقه صحيه، اللي تستحق وضع احسن من اللي هي فيه، واللي تستحق ان هي ما تتاذيش. فانت تستحقي علاقه صحيه. شوفي انت حاطه نفسك في اي وضع، وحاولي ان انت تخرجي من الوضع ده لحياه كلها راحه نفسيه وطمانينه وسلام.